دعني آخذ واحد آخر. علي، تفضل يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية للأخ القرش والأخ ياسر. الآن أظنكم تناقشون موضوعين. الموضوع الأول هم فاغنر، الذين هم على غرار كالبلاك ووترز في أمريكا، أو هم الشركات الذين يأخذون حروب بالنيابة أو الوكالة. موضوع فاغنر هو ليس موضوع جديد، هو من سنتين أو سنة ونصف، يعني موجودون في الجزائر هم وميليشيات حزب الله. فكانت التقارير تحدثت عن الأمر. حزب الله. وأظن حزب الله. نعم، حزب الله، نعم. حزب الله في الصحراء. نعم، حزب الله حتى هو يعني منضم إلى هذا فاغنر ضد المغرب في الجزائر. كانت هناك تقارير يعني قرأتها من سنة ونصف أو كذا. يعني هناك شيعة الآن يقاتلون ضدكم في الصحراء. طبعا، لأن لا تنسى أن الحسن الثاني في يوم من الأيام قال: إن كان الخميني مسلما فأنا أتبرأ من الإسلام. من يعني قالها؟ من قالها؟ لحظة، من قالها؟ الحسن الثاني رحمه الله في يوم من الأيام بعد الثورة الإيرانية قال: إن كان الخميني يا مسلما أخي، فأنا يا أخي، أتبرأ أكد من لي هذه الإسلام. المعلومة. من يؤكد هذه المعلومة يا شباب؟ من يؤكد لي هذا معلومة الكلام؟ صحيحة. وأريد لحظة 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 لحظة، لو كنت هذه سأغرد بها في تويتر. لحظة، عجبتني هذه. نعم. لحظة، لأنه أنا أبصم معه بالعاشر. أنا إذا الخميني مسلم أنا لست مسلما، لا أريد هذا الإسلام الخميني. ولكنني أعاتب عليك في شيء. لحظة لحظة، لا، قبل ما تعاتبني، عادي عادي، قبل ما أوكي، تعاتبني. حاضر يا أخي. الحسن الثاني قال إذا كان الخميني مسلما فأنا أتبرأ من الإسلام. إذا كان الخميني مسلما مسلما فأنا أتبرأ من الإسلام. أتبرأ من الإسلام. متى قالها؟ قلت لي كل متى الذين قالها؟ يكتبون يقولون أنها معلومة صحيحة. متى قالها؟ لحظة، متى قالها؟ هذه بعد الثورة الإيرانية لما أتى الشاه إلى المغرب. يعني شوف، أكبر عدو بالنسبة للإيران كان هو الحسن الثاني، فصارت لسه ليش؟ الآن. لماذا كانوا يخافون منه؟ لماذا؟ لأنه أول من استقبل الشاه حين وقعت الثورة الإيرانية. والحسن الثاني دائما يقول أن هذا الخميني أو كذا لا علاقة له لا بالإسلام ولا بأي شيء من آل البيت وكذا. يا هذا سلام يا سلام على مقولة عجبتني بزاف، والله والله العظيم سأقول لك اليوم مقولتين. طيب، هات المهم، المقولتين وبعدين ندخل في العتاب. المقولة الثانية: كان في هاكر مغربي دخل على الموقع وزارة الخارجية الجزائرية لما كان بوتفليقة رئيس، الله يرحمها، في أول عهدة لبوتفليقة. فكتب له رسالة على هذا الموقع، موقع حكومي يعني قام باختراقه. ثم أيوة. قال له: سيدي الرئيس، لا تنسى أنك تربيت عندنا. فصار يذكره بما نسى. وفي الأخير قال له: سيدي الرئيس، لا تنسى أن لكل بستان مطر يسقيه، ولكل ضال رب يهديه، ولكل جزائري مغربي يربيه. والله مقولة ضخمة يا أخي. سأعيد لك المقولة واكتبها. أيوة، لازم تعيدها اكتبها عشان اكتبها نسجلها. لحظة لحظة لحظة، خلي. اكتبها. الله 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 الله. هذه لوحدها بحاجة إلى لايف في اليوتيوب. كيف قال؟ إذا لكل قال له: عندها. سيدي الرئيس، لا تنسى أن لكل بستان مطر يسقيه. لحظة، حبة حبة. لكل بستان مطر يسقيه. مطر يسقيه. أيوة، الله، أيوة. ولكل ضال رب يهديه. ولكل ضال رب يهديه. يهديه. أيوة.
أيوة. ولكل جزائري مغربي يربيه. ولكل ولكل جزائري مغربي يربيه. الله. وهي حقيقة، والله حقيقة. حلو. أيوة كمل يا أخي كمل. هذا بالنسبة لفاغنر وحزب الله. وحتى شوف، الكثير يعادوننا ولكن في الخفاء، لا توجد يا أخي جرأة. يا أخي لحظة لحظة، دعني أعود قبل أن تعاتبني. يبدو أن لديك عتاب يعني طبعا عندي عتاب بسيط، عتاب الأحبة، ليس لا لا، عادي عتاب. عادي، حتى لو كان كبيرا عادي، مو لا مشكلة، لا لا قلبي لا. مفتوح. لحظة. بصراحة يا جماعة أنتم يا مغاربة يختلف الناس، حتى احنا في المشرق يعني يختلف، نطلع مهما كان آراؤنا في الملك محمد عفوا الحسن الثاني، لكن الكل مجمع على أن هذا الرجل كان مو طبيعي يعني داهية. سأقول لك شيئا. كلامه أنا كلامه يا أخي دقيق دقيق في العمق. كشاب كشاب مغربي عمري 42 سنة، أفتخر أن هذا الشخص وهذا الملك حكمني. العتاب الذي هو عليك أنك ربما لم تقرأ، يعني أنت مهتم بما هو مغربي وتريد أن تعرف أين تكمن الحكمة المغربية ذاكرة ملك، وكذا. ستقول لي ذاكرة ملك صح؟ طبعا أستطيع أن أهديه لك. أريده كتابا يا أخي، كتاب حتى كتاب صفحة. كتاب أوه. كتاب 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 خلاص أهديه يا أخي، لك. أين أنت يا أخي، أين أنت يا أخي؟ أنا في ألمانيا، اكتب لي على الخاص وسأرسل لي العنوان وسأرسل لك الكتاب حتى. أرجوك أن تعطيني هذا الكتاب. أنا أحاول أن أبحث عنه، ما وجدته حقيقة. أتدري ماذا قال الذي كتب الكتاب عن الحسن الثاني؟ هذا كان يكره الحسن الثاني وكان فاهمني. فقال لهم الحسن الثاني كنت أظن أن العالم يعطيه أكبر من وزنه، ولما التقيت به أدركت أن العالم لا يعرف من هو الحسن الثاني أصلا. فالحسن الثاني هو الشخص الوحيد، الحاكم الوحيد في العالم الذي كذب علي وصدقت الكذب بذكائه. الله عليك، الله عليك. والله أنا على الصعيد الشخصي أرى أن الرجل كان حكيما جدا، يعني له كلام لن ينسى. يعني سأقول لك إحدى الطرائف لو تسمح لي وعندكم وقت وكذا. أساسا أنا يعجبني الحديث عن الحسن الثاني، يعجبني جدا شخصيته. تعرف لحظة ليش؟ أنا سأقول. أحب القوي، الرجل كان قويا جدا. طبعا سأقول لك أنه التقى يوما بالملك إسبانيا خوان كارلوس. فقال له الملك الإسباني لماذا شعبك يحبونك كثيرا رغم قساوتك ورغم أنت تدري كما يقولون أنه كان قاسوا. أي. قال له الحسن الثاني كان ذكيا قال له لماذا تسألني، هل يعني عندك شيء؟ قال له يحكي لي صحفي إسباني أنه أتى إلى المسيرة الخضراء، فأتى إلى مدينة أكادير فتحصل على سيارة، فبحث عن مغربي يتحدث الإسبانية ليقود به السيارة إلى المناطق الجنوبية. قال له فوجدت واحد إسباني، فنحن في الطريق ذاهبون قبل ما يوصلوا إلى العيون ب200 كيلومتر. فالمغربي كان يستمع في الراديو، فسمع الحسن الثاني يطلب من الشعب العودة من المسيرة، خلص السفر. فقام فاستدار هذا المغربي فرجع، فقال له الإسباني أنا أعطيتك المال عشان توصلني إلى العيون. قال له لا، الملك قال يجب أن نعود، فلا بد أن أعود. الله. سمعها في المذياع فقط. الكتاب الشيء الذي ستستغرب له كيف سيتحدث عن القادة العرب وهم أحياء. الله، شوقتني هذا الكتاب يا أخي. ولم يستطع أحد
أن يرد عليه. تصور سيتطرق لمسألة مع مصر جمال عبد الناصر حين أسر الجنود المصريين ومنهم حسني مبارك. طيب يعني بدل ما نجلب الكتاب من داخل ألمانيا، مغاربة بريطانيا ما عندكم الكتاب؟ ما في مغربي عندك هذا الكتاب في بريطانيا نعمل والله منه الله لا يحفظه؟ تجد مغربيا لم يقرأ الكتاب ولم يحتفظ بالكتاب لأن في أكيد يقرأوا، الكتاب لكن إذا في مغربي يسمعني الآن من مغاربة إنجلترا وعنده الكتاب، والله يا أخي أنا أجيله، إذا هو بلندن، مانشستر، ليفربول، برمنغهام، شeffield، إذا هو في هذا الحدود حتى أستطيع أن نترجم أرسل معاه. لك الكتاب. ها يقول لي هذا، يقول لي موجود في الأمازون، موجود في أمازون، نشتري إذا. المهم سنعطي لك هدية، والله سنعطي. خلاص تمام، اعمل لي كذا رسالة في الخاص وأنا أعطيك العنوان وترسل لي الكتاب إن شاء الله. أرسل لك يعني. أنا يهمني أن من أول ما فتحت كنت أظنك أنك دارس الكتاب ولا درست ولا لا لا لكي لا، تفهم. أبدا أبدا، أنا أبحث عن الكتاب، ما أنا سيتطرق لكل ما هو، تصور سيتطرق لكل أي أسئلة عندك في بالك سيتطرق لها الحسن الثاني. سيحكي لك قصته مع من حشرنا الله في الجوار كلهم الله الله بالتفصيل. الله الله الله. سيحكي لك عن القذافي. تصور أن القذافي كان يريد أن يذهب إلى المسيرة الخضراء لا يا رجل. في الكتاب. يعني سأله الصحافي قال له القذافي كان يريد، قال له نعم أرسل لي رسالة، فقال له ومتى أجبته؟ قال له أجبته بعد 6 سنوات حتى انتهت المسيرة الخضراء ب6 سنوات. قال له التقيته في قمة عربية وكان يرتدي قفازات لأنه يقول أن الحسن الثاني يده نجيسة يسلم على اليهود، فكان يريد أن يسلم على الحسن الثاني بقفازات مثلا. فقال له كنت تريد أن تذهب إلى المسيرة الخضراء؟ قال له نعم. قال له أنا إنسان ثوري وأرسلت لك رسالة ولم ترد علي. قال له احترمتك لأنني لم أرد عليك، لو أتيت إلى المسيرة الخضراء لأرسلتك إلى السجن. قال له كيف؟ قال له أعرفك وأعرف حين أقول للشعب المغربي عد من المسيرة الخضراء أنت لم تعد. قال له نعم كنت أريد أن أواصل حتى النيجير. فالحسن الثاني كان يعرف القذافي. ففي الكتاب سيقول أن القذافي سجل له فيديو يعترف فيه كيف صنع البوليزاريو هو وبومدين، ولكن الحسن الثاني لم إذن ينشر. ما رأيك يا إخوان كلكم؟ أنا بصراحة الفكرة استهوتني كثيرا، نعم استهوتني الفكرة. أنا أولا سأقرأ الكتاب، نعم ثانيا بعد ذلك نحاول أن نستضيف واحد قرأ الكتاب، مغربي مختص في التاريخ، نعمل 5 6 7 10 حتى حلقات عن هذا الكتاب، عن المحطات المهمة في مسيرة الحسن الثاني. بصراحة والله أراك كلها، شوف كلها مهمة. من حيحكي في الكتاب من لقاء أنفا سنة 1944. طيب خلاص نستأنف الآن. بشكركم. اليوتيوب سيعود إن شاء الله من يوم الاثنين القادم بإذن الله. إن شاء نستأنف الله. النشاط في اليوتيوب بهذه السلسلة، الحسن الثاني، ذاكرة ملك، حلقة أولى ثانية ثالثة رابعة حتى يصلك الكتاب أولا الكتاب وتقرأه. إذا أرسلته في البريد السريع بيكون يومين عندي. خلاص سوف أرسله لك ونكمل الموضوع. سنذهب إلى موضوع البرتغال. طيب أنت بصراحة أنا أحييك اليوم، مداخلتك جدا نحن جدا تربية الحسن بديعة. الثاني. الحسن الثاني كان يقول الأمي هو من لا يتقن 3 لغات. الله 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 الله، كان يقول كذا، وهذه تغريدة. نعم هذا هو تعريف الأمية للحسن الثاني. هو من لا يجيد 3 لغات. نعم هذا هو الأمي بالنسبة للحسن الثاني. هل سمعت لهيكل يحكي عن الحسن الثاني؟ هيكل؟ لا أنا ما سمعته. سمعت لهيكل كثير بس ما سمعته عن الحسن الثاني. أقول لك ماذا قال قصة. عنه؟ هيكل
كان مدير الأهرام في جامعة، وكان هو الذي يكتب خطب جمال عبد الناصر وأنور السادات وكذا، وكان يهاجم الملك كثيرا لأنه القومية، وأنت عارف هذا الموال. فكان الحسن الثاني يطلب من المغاربة ألا يردوا على هيكل، يقول لهم: جرائدنا لا تقرأ خارج المغرب، أما الأهرام فهي تقرأ في كل مكان وكذا، العرب كلهم. فقال هيكل في أحد القمم العربية في مصر: أتى الحسن الثاني، فقال لهم أن الحسن الثاني جلس بعد القمة فقال لهم: أريد أن أرى حسنين حسنين. هيكل. هذا هيكل. هيكل اي كان اي يعمل في الجزيرة سيرة حياة مع هيكل. اي نعم، اذكر هذه السلسلة. فقال لهم الحسن الثاني: يعرف أنني لن أركع له. قال لهم: ولكن بذكائه تركني أركع له. كيف؟ الحسن الثاني لم يجلس على كرسي، الحسن الثاني جلس على الأرض مباشرة، ولما دخل عليه هيكل لم يرفع يده للسلام عليه، بل أنزل يده تحت، فلكي يصل هيكل إلى اليد لا بد انا أن يرفع. طيب، هنا تعليقات تقول قصة الملعقة، ملعقة مع جاك شيراك، مش عارف ايش يعني. هذا سأحكي لك القصة لما أخلص من هيكل. تمام، المهم كمل هيكل. اي المهم هيكل قال الملك الحسن الثاني قال له: أنت هيكل؟ قال له: نعم، كأنه لا يعرفه. فاهمني؟ هذا السؤال بذاته هو يعني ذكي. قال له: أتعرف من أنا؟ قال له: نعم، أنت الحسن الثاني. قال له: سأقول لك اليوم عن الحسن الثاني الذي لا تعرفه. نعم. قال له: قبل أن أقول لك من أنا سأقول لك البلد الذي أحكم. نحن لم يغزونا أي بلد في العالم، لم يغزونا، ولكن نحن غزوناكم في مصر وأنشأنا لكم الأزهر، دولة الفاطميين أتت من المغرب وغزت مصر. قال له: أما عن الحسن الثاني الذي تتحدث فإسرائيل ترعبكم، وأنا لدي أكبر حزب في إسرائيل، كلهم يقبلون الأيادي. قال له: فانشر إن كنت يعني ذكيا أو صاحب أمانة، فانشر، أريد أن أقرأ كل هذه الأشياء التي حصلت الآن من دخولك حتى خروجك غدا في الأهرام. قال له: فكتبت، فقلت ماذا حصل بالتفصيل. أما بالنسبة مسألة الملعقة، كانت ملعقة من ملاعق من الذهب في القصر. فالحسن الثاني شاهد هذا الرئيس يضع ملعقة، يصرف ملعقة في جيبه، وضعها في جيبه. ولكن الحسن الرئيس الثاني شيراك. الرئيس شيراك. لا، ليس شيراك، كان قبل شيراك. فاهم؟ أما شيراك جاك شيراك، نعم، جاك شيراك أؤكد ذلك. أوكي. جاك شيراك. المهم وضع، لأن جاك شيراك كانت تربطه علاقة، لأن جاك شيراك مغربي، مولود في مدينة سارودات المغربية. له بيت، أنا رأيت له بيت هناك. أيوة. المهم وضع ملعقة في جيبه، فشاهده الحسن الثاني ولكن لا يريد أن يحرجه، فقال لهم: اليوم سأقوم لكم بألعاب سحرية. فهو حمل الملعقة فقال لهم: سأضعها في جيبي وتجدونها في جيب الرئيس الفرنسي أمام الملأ. تصور في الكتاب سوف يحكي الحسن الثاني عن شيء جميل جدا، كيف التقى فيديل كاسترو. هذا فيديل كاسترو أكثر الناس الذين كانوا ضد الحسن الثاني. ففي يوم سمع الحسن الثاني أن فيديل كاسترو عنده إسكار في مدينة طنجة، فصعد من الرباط حتى طنجة، فكان ينتظر الطائرة فيديل كاسترو، فدخل عنده الحسن الثاني فقال له الصحفي: عن ماذا تكلمتم؟ قال له: أضعنا ساعتين من عمرنا لكن بذكاء. قالوا: تحدثنا عن كل شيء إلا عن مشاكلنا. الله.
أما الله. فيما يخص البرتغال وشطحات تبون وماذا يفعل في البرتغال وكذا، عندنا مثل في المغرب نقول اضرب المربوط يخاف المطلوق. اضرب المربوط يخاف المطلوق. اها تمام، يعني بمعنى ضربنا ألمانيا فأكيد ستخاف إسبانيا، ستخاف البرتغال. اه طيب ضرب. ايش اسمك يا اخي؟ ما اسمك؟ أنا اسمي علي. علي من المغرب. علي من المغرب من الأطلس. للأسف لم تزور مدينتي التي هي أقدم مدينة في المغرب. اي مدينتي مدينة؟ بنيت في القرن السابع قبل مدينة فاس بقرنين. اي فأتى مدينة؟ لحظة. فلما أتى المولى إدريس عاش عندنا حقبة من الزمن قبل أن يذهب إلى فاس، فقال على بركة الله من مدينة صفرو إلى قرية فاس. الله، امتعتني مدينتي يا اخي مدينتي مدينتي يقول عليها اليهود أورشليم الصغيرة، القدس الصغيرة. صفرو. أيوة نعم، هي مدينة حب الملوك، ويقول عليها الحسن الثاني لجوردان. وين صفرو؟ انا اذكر قرأتها في واحد من الساين بس. هي بعيدة على فاس ب 28 كيلومتر. يعني هي وإيموزار وفاس يعني مثلث. يعني إيموزار هو داخل إقليم مدينة صفر. مدينة إذن صفر وجب زيارة صفرو إن شاء الله في الزيارة مدينة القادمة. قديمة جدا في المغرب، ولها يعني. أتمنى أن تبقى يا علي معي، إذا سمح لك الوقت أن سأبقى تبقى معي. سأبقى لي وبعد الشرف، اللايف. والله لي الشرف أنني معكم اليوم. لا بالعكس، نحن الذين تشرفنا بك للأمانة. معلومات جميلة وأسلوبك سلس وجميل وراقي وخفيف. أنت خفيف يعني، سبحان الله. والله شكرا لك. أنا أؤكد أن الكل مبسوط في اللايف اليوم، يعني ذكريات شكرا لك. تاريخية جميلة. هذا واعمل والله لي رسالة. كنت أنتظر يعني من مدة طويلة هذا اللقاء. لا، اعتبر نفسك ضيف رئيسي من اليوم إن شاء الله. خلاص شكرا. وراسلني فقط في الخاص عشان سأراسلك في الخاص لكي أرسل لك الكتاب. عشان أعطيك يعني عنوان وكذا ورقم إن شاء الله تتواصل. والله خطير سيفرحني يا الأمر علي. إذا قرأت. أنت تأثرت بالحسن الثاني، لديك بعض الكاريزما شوية كذا. سأقول لك شيئا. الحسن الثاني يقول لك هو يستلف كلام بوفون أحد الفلاسفة. في الكتاب سيقول هذا الشيء. يقول لك الرجل هو الأسلوب. يا سلام يا سلام، والله العظيم يا أخي. أنت أتحفتنا اليوم بمعلومات. أنا من محبي الرجل. شوف، محبي الرجل، محبي شخصية الرجل، كاريزما الرجل. سأقول لك لكي تحب الحسن الثاني أو لا تحبه أو كذا، انسى ما سمعت ولا كذا. حين تقرأ الكتاب ستدرك كم هو شخص مثقف جدا وذكي جدا.